يعني انت ربنا يا اخي ميزك عن واحد هو اصلا يعني شغله ومهنته ووظيفته مش موجودين اصلا في الهجره، يعني هو ما عندوش الاوبشن بتاع ان هو يذاكر، فانت ربنا ميزك عنه، فليه ما تاخدش من مبدا واي نوت؟ خلاص انت عندك ميزه استغلها يا سيدي. لما ربنا يكرمك وتيجي لك الهجره وتهاجر، انا حتى ما بقتش احب اسميها هجره، وتسافر وتقعد وتشتغل وتعافر مره واتنين، يا سيدي لو ما عجبكش ارجع مفيش مشكله، واقعد وتبقى انت ايه. علشان يعني احنا يا جماعه بنندم على الحاجات اللي احنا ما عملناهاش، مش الحاجات اللي احنا عملناها. ده ملخص القول. انت لما هتكون عملت وجيت تقول والله انا بص انا بذلت مجهود وعملت اللي عليا وانا كده راضي ومستمتع بحياتي وعملت اللي عليا، لكن انت لو ما عملتش هتلاقي كل شويه بيجي لك صراع مع النفس، والصراع مع النفس ده غالبا هيجي لك لما ايه، لو الدنيا يعني جت عليك شويه، راتبك قل، شغل مش احسن حاجه، بتدور على شغل، عندك مشاكل مع مديرك، الحي اللي انت فيه او البلد اللي انت فيها لو كنت بتصرف مثلا اكس بقيت محتاج تصرف 5 اكس، وهترجع تقول يا ده انا كان في حلم قديم المفروض ارجع له، هيبقى اصعب 5 اكس 5 اكس من ان انت من اللحظه اللي انا بقول لك عليها دلوقتي دي في ان انت تبدا.